تعالوا نعمل انبوكسنج للصينية دي، وتجربتنا النهاردة مصرية. وفي اخر الفيديو سايب لكم المنيو وكود خصم ب 20% لمدة اسبوع. ويا سلام على الصينية وجمالها، والبطة نايمة في النص وجنبها الحمام، وتحتهم رز بالخلطة، وعلى الاطراف جميع انواع المحشي، وكمان في ممبار. والبطة حجمها كبير والسوا بتاعها ممتاز، والتتبيلة بتاعتها عالمية، واصلا البط والحمام جايين من مصر. والممبار والمحشي والحمام بجد جامدين جدا، وفعلا انا وصل لي احساس ان انا باكل اكل بيت. والصينية دي بيجي معاها 5 سلطة و5 شوربة ومشروبات غازية، وتكفي من 5 ل6 اشخاص، واسمها لمة العيلة. ولمة العيلة ده اسم المطبخ اللي تجربتنا النهاردة من عنده. وكمان عندهم وجبات فردية كتير، ونبدأ بوجبة التورلي. ومبدئيا كده الباكج والتغليف عالمي، والاكل بيوصل لك في طاجن، وكل الوجبات بيجي معاها سلطة وشوربة ورز بشعرية. وبالنسبة لمصادر اللحوم فهم بيستخدموا لحم طازج ذبح الكويت، والدجاج دجاج اليوم. ونيجي بقى لتاني طاجن، وهو الاقرب لقلبي، طاجن البامية باللحمة. بجد تسبيكة الاكل عند لمة العيلة ما بتهزرش، والطاجن ده عالمي، بس نصيحتي يستخدموا بامية زيرو. وندخل بقى على التقيل، طاجن ورق العنب بالكوارع. الكوارع والمحشي دايبين وطعمهم جامد، وبيجي معاهم كمان شوربة كوارع. ومن الاخر الطاجن ده انا اول مرة اكله في الكويت مظبوط. وجربت كمان الرز المعمر، ونصيحة ما تفوتهوش، الطاجن مخدوم كويس ومليان قشطة، واللحمة دايبة دوب. وكمان عندهم طاجن فريك باللحمة عالمي. وفي النهاية انا سعيد بالتجربة واكيد هكررها، واصلا المنيو بتاعهم كبير تقدروا تشوفوه. وما تنسوش كود الخصم حسن 20 فاستغلوه وجربوا. وبس كده، وانجوي.